صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف السيشن دي امتى. في الفيديو ده احنا بنتكلم على الموضوع من اهم المواضيع اللي ليها علاقه بالبرفورمانس ماركتنج، الا وهو البرايسنج. وهنعرف ازاي نسعر المنتجات بتاعتنا، وهنعرف ازاي نلعب على السايكولوجي اوف سيلينج عند الكاستمرز، وازاي نقدر نعمل رؤس بريك ايفن ونحسب كل الحاجات دي كلها. فخلينا نبدا الاول بالبرايسنج استراتيجيز ونعرف ازاي نقدر نسعر المنتجات بتاعتنا وكل طرق التسعير المناسبه لينا. طيب بص، هنبدا باول استراتيجي عندنا في التسعير وهي الكوست بلس برايسنج. يعني انا دلوقتي بحسب تكليف المنتج بتاعي ده كله قد ايه، تمام، بقوم جاي مزود عليه النت بروفيت. طيب الكلام ده مناسب لمين او اكتر ناس بتستخدمه مين؟ دلوقتي لو انا عندي محل ولا حاجه، تمام، وانا بجيب المنتج دوت، فتكلفه المنتج عندي وعارف ان انا عندي ايجار وكهرباء وميه ومش عارف ايه، بقوم جاي حاطط عليه 30% وبقوم جاي مطلعه. انا عندي شويه تكاليف ثابته وما بيتغيروش، هما تكاليف اللي عندي تكلفه المنتج والعماله والكهرباء والميه والايجارات، فانا بحط التكلفه دي بقوم حاطط عليها 30% هامش ربح وخلاص. بس انا كده عملت التسعير المناسب ليا، ودي هنلاقيها موجوده كتير قوي عند الايه صاحب المحلات والحاجات دي كلها. كانت من اهم او من اكثر الطرق المستخدمه زمان قبل ما يبدا موضوع الاي كوميرس وكده. طيب نيجي لتاني موضوع عندنا وهو البريك ايفن برايسنج. يعني ايه البريك ايفن برايسنج؟ يعني بكل بساطه انا بحسب انهي نقطه انا بالنسبه لي ابقى انا واقف في النص، ولا انا كسبان ولا انا خسران. طيب ايه لازمه البريك ايفن برايسنج وامتى اعمله وليه مهم ان انا اصلا كل الموديولز يعملوه؟ بص، انا بعرف عدد اليونتس اللي انا محتاج ابيعها عشان خاطر تكفر معايا المصاريف اللي هتخش لي. يعني مثلا دلوقتي انا عندي لوكال براند، تمام، في لوكال براند دي انا دلوقتي عندي شويه مصاريف المنتج، تمام، عندي مصاريف الماركتينج، عندي مصاريف الباكجينج، عندي مصاريف العماله، الناس اللي هي بتعمل شيبنج وكده، وعندي نسب مرتجعات والحاجات دي كلها. فانا بقوم جاي حاسب الفيكسد كوست، بقوم جاي المصاريف الثابته، بقوم جاي حاسب الفاريبل كوست تقريبا، يعني افريج ليهم، بقوم جاي مساويهم ببعض. فانا عايز اعرف ايه الدخل المناسب ليا عشان خاطر يساوي لي الخارج او الحاجه اللي انا ايه الحاجات المبيعات المفروض ابيعها عشان خاطر ابقى وقتها انا واقف هنا في النص، لو انا كسبت ولا انا خسرت. فانا بالنسبه لي بعمل بريك ايفن برايسنج عشان خاطر بص انا ابقى انا واقف في النص، ولا بالنسبه لي ولا انا كسبان ولا انا خسران. طيب نيجي لثالث نوع تسعير عندنا وهو الكومبيتيتيف برايسنج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بسعر بناء على المنافسين بتوعي. يعني دلوقتي انا بنزل في السوق بلاقي ان انا عندي شويه منافسين، في منافسين عندهم نفس الماتيريال بتاعتي، وفي منافسين عندهم ماتيريال اعلى مني، وفي منافسين عندهم ماتيريال اقل مني. فبقوم جاي شايف اعلى كومبيتيتور ليا وبقوم جاي بخلي السعر بتاعه اقل، بتاعي انا اقل بشويه، بقوم جاي بشوف اقل كومبيتيتور ليا وبخلي سعري اعلى منه. ليه؟ بناء على الفيتشرز اللي عندي، بناء على الكاستمر سيرفيس بتوعي، بناء على كل حاجه. فانا بالنسبه لي اعلى واحد ده هو حرفيا هو بيبيع نفس البرودكت او بيبيع برودكت بماتيريال اعلى شويه، هو عنده يونيك سيلينج بوينت هي مش موجوده عندي. وانا برضو عندي انا مش ببيع الماتيريال اللي هي الرديئه، لا انا ببيع ماتيريال نظيفه شويه وكده. فانا بالنسبه لي انا احط نفسي في الوسط ما بينهم، بحيث ان انا ابقى انا تسعيري فين، ولا انا بخسر ولا انا بكسب. نيجي لثالث طريقه وهي الكومبيتيتيف برايسنج، وهو بكل بساطه ان انا باجي بسعر البرودكت بتاعي على حسب المنافسين بتوعي. يعني انا جيت دلوقتي بقوم نازل السوق بشوف مين المنافسين اللي بيبيعوا نفس المنتج بتاعي، بقوم شايف المنافسين دول، بشوف اعلى واحد بيبيع برودكت ايا كان بقى ايه الحاجات اللي عنده ازيد مني او الحاجات اللي مش موجوده عنده عندي، بشوف اعلى كومبيتيتور ليا بقوم مسعر سعري اقل منه شويه، تمام، بقوم جايب اقل كومبيتيتور ليا، بقوم جاي لان انا عندي فيتشرز اكتر من عنده، عندي مثلا كاستمر سيرفيس اعلى، عندي شيبنج اسرع، عندي حاجات اسرع، او عندي ميز اكتر تخلي الناس يشتروا مني، فبقوم جاي مزود سعري. فانا كده عملت تسعير فير بالنسبه لي واقدر انافس بيه في السوق. رابع نوع تسعير عندنا هو الفاليو بيزد برايسنج، وهو بكل بساطه التسعير بيزد على القيمه. يعني دلوقتي نيجي نشوف مثلا لو جينا بصينا علينا، هدي مثال على نفسنا احنا، لو جينا كميديا بايرز او بزنس اونرز ايا كان على حسب البيزنس موديل اللي انت شغاله، انت دلوقتي ايه الفاليو اللي انت بتأدها للكاستمر بتاعك، تمام، عشان خاطر تاخد منه سعر. يعني دلوقتي مثلا لو انت ميديا باير والله، والميديا باير ده انت بتدخل سيلز كل شهر بمليون ب 2 مليون جنيه، فيها 25% بروفيت، انت بتتكلم كل شهر في من 250,000 ل 300,000 جنيه او 500,000 نت بروفيت للبيزنس اونر. فوقتها انت لو خدت من البيزنس اونر 50,000، لو خدت منه ايا كان الرقم اللي انت واخده، فوقتها بالنسبه له هو خلاص انت كده انت عندك فاليو كبيره بتقدمها ليه، فهو بالنسبه له مش هيبقى متضايق. على عكس لو انت ميديا باير او بزنس اونر بتدخل واحد بتدخل له والله دخله قليل ايا كان، او ياما بتخسره، فهيبقى حتى لو اداك 1000 جنيه او 2000 جنيه هيبقى مستخسره فيه. فدي من اهم طرق التسعير اللي اغلب الشركات بتاعت اللي هي السيرفيسز بيقدموها، تمام، لما بييجوا يسعروا الحاجات بتاعتهم، بيشوفوا انا السيرفيس بتاعتي دي بتحل قد ايه من مشكله للناس، وبيقوموا جايين مسعرين التكلفه بتاعتهم او بيسعروا المنتج بتاعهم على حسب على حسب القيمه اللي هم او الادد فاليو اللي هم بيقدموها للكاستمر. طيب نيجي لطريقه البرايسنج سكيمنج، وهو بكل بساطه واحده. يعني لو جينا بصينا على شركه ابل هنلاقي ان ابل اول ما بتيجي تنزل برودكت جديد، او مثلا لو جينا بصينا اول ما بتنزل ال 16 اعلى مثلا اصدار ليها، فبيقوموا جايين
بيقللوا كل الحاجات اللي ورا. اعلى موديل ليها او اعلى اول ما البرودكت ينزل او ايا كان الموديل الجديد اول ما هينزل هو يبقى سعره اعلى حاجه. طيب بعد كده نفس الموديل ده بيقل شويه بيقل شويه بيقل شويه لحد لما ينزلوا ايه برودكت جديد. فانت لو مثلا لو جبت ال 16 اول ما ينزل هتلاقي سعره مثلا كان $1200 دلوقتي ما لا ممكن تجيبه ب 1100 ممكن تجيبه ب $1050 كمان. تمام. ده ليه؟ ده في ميزه ان انت بص بتخلي الايرلي ادابتورز انت بتكسب منهم مكسب وبتكسب منهم مكسب عالي جدا في الاول، وبعد كده بتبدا تقلل سعرك تدريجي لحد لما توصل انك برضو يبقى سعره ايه فير في السوق. سادس طريقه عندنا وهي البنتريشن برايسنج، وهو بكل بساطه التسعير اللي انا بعمله الاستراتيجي دي بستخدمها لما انا اجي انا عايز اخترق السوق او انا عايز اخد ليا مكان في السوق. طيب ده امتى بعمله؟ دلوقتي لو انا دلوقتي جاي انا بقلل سعري، انا لسه ما عنديش اي كاستمرز، لسه ما عنديش حرفيا قاعده عملاء خالص، تمام. فهم جاي انا بعمل التسعير دوت عشان خاطر اقوم ايه بخترق السوق وباخد نسبه شويه من التورته. اول وانس ان انا باخد نسبه من التورته ديت وبوري الناس فيها الفاليو بتاعت البرودكت بتاعي او ايه الحاجه الادد فاليو اللي انا بقدها ليهم عن طريق بقى البرودكت بتاعي، عن طريق السيرفيس اللي انا بقدمها. يعني انا دلوقتي لما حد بيجي يقول لي ازاي اجيب اول عميل، فانا بقول له ايه؟ بقول له لا اعرض السيرفيس دي ببلاش على شخص. ليه؟ وانس ان هو خلاص اقتنع بالادد فاليو اللي عندك، لا بقوم خلاص انا جاي بقى انا خلاص انا خدت نسبه من الماركت. انا دلوقتي انا عندي 10 عملاء او 5 عملاء او ايا كان عدد العملاء اللي عندي، فوقتها خلاص انا كده اخترقت الماركت بنسبه قليله. ممكن ما اكونش خدت فلوس، انا بقدم السيرفيس دي ببلاش لحد لما يبقى انا خلاص انا خدت عدد عملاء معينه والعملاء دول هاخد منهم فلوس بعد كده. بنفس المبدا في البنتريشن برايسنج، انا دلوقتي بسعر البرودكت بتاعي سعره اقل من السوق عشان خاطر اخد نسبه معينه من العملاء. بس في نفس الوقت ده سلاح ذو حدين، يعني انت ممكن لو سعرت قليل الناس تبدا تشك في السيرفيس بتاعتك، فانت ما تسعرش او في البرودكت بتاعك، فانت ما تجيش تسعر التسعير القليل اللي هو يخلي الناس ايه تشك. يعني انا مثلا دلوقتي انا بشتري برودكت مثلا ب 200 جنيه، فانت تيجي تقول لي والله من كل عند الناس كلها ب 200 جنيه، فانت لو جيت قلت لي ب 190 ب 185 ب 180 مقبول شويه. لما تيجي تقول لي هو البرودكت بيتباع ب 200 انت هتبيعه لي ب 100، كلام مش لوجيك. تمام. فانت لازم تبقى انت واخد بالك جدا من فكره وانت جاي بتعمل بنتريشن برايسنج ايه النسبه اللي ممكن تنزل فيها اللي انت ايه تقدر تلعب فيها. في نفس الوقت حتى لو انت جات على النت بروفيت بتاعك او حتى النت بروفيت عندك كان قليل او ما كانش موجود عادي، بس ما تقلش بيها اللي هو انا جاي بخسر خالص. فانا بالتالي الناس مش هيبقوا واثقين فيا 100% على حوار ايه البرودكت بتاعي وكده. سابع طريقه عندنا البريميوم برايسنج. البريميوم برايسنج دوت انا باجي بقوم جاي سعري مثلا لو انا سعري اكس، لو سعر البرودكت الفير ليه اكس، تمام، انا باجي بعمله مالتيبل ايا كان، مالتيبل 100 مالتيبل 1000 مالتيبل ايا كان بقى الحاجه بتاعتي. ليه؟ الناس دايما بيبقوا جايين معتمدين اعتماد كلي او بيربطوا السعر الغالي بالحاجه الكواليتي العاليه والايه والفخامه والحاجات دي كلها. يعني مثلا لو جينا بصينا على رولكس وجوتشي والبراندات الفخمه دي كلها، وحرفيا لو جينا بصينا على الكوست البرودكت حرفيا مش هيكلف 1 على 100 من الثمن اللي هو بيتباع بيه. بس دايما الشركات دي تسعيرها بيبقى عالي جدا عشان خاطر يبقى خلاص هو بيرفلكت، او الناس اللي بتشتري من الشركات دي هو مش بيهمها السعر على قد ما بيهمها اللي هو ايه البرسبشن اللي هيتساب عند الناس ان انا خلاص انا لما اشتري البرودكت ده فانا كده غني فشخ. فاللي هو خلاص الناس بص انا اول ما هبقى لابس ساعه من رولكس فانا خلاص، او اول ما انا هشوف شخص من رولكس فانا عارف ان الشخص ده غني لان هو دافع في الساعه دي مبلغ قد كده. طيب نيجي لطريقه من اهم الطرق اللي بنيجي نستخدمها عندنا في الادز او عشان خاطر نعلي بيها الافريج اوردر فاليو، وهي الباندلنج. يعني بكل بساطه انا عندي شويه المنتجات دول بقوم جاي كلهم مجمعهم في ايه في باندل واحده، شويه منتجات ريليتد ببعض. يعني دلوقتي انا جاي ببيع مثلا المايك ده، تمام، المايك دوت هو والحاجات بتاعته كلهم، فانا جيت بدل ما انت تشتري المايك ده لوحده مثلا بجنيه وتشتري دي لوحدها بجنيه برضو، لا انا هجمع لك الاثنين دول مع بعض واقوم حاطط لك مثلا فيهم ديسكاونت 20% واقوم قايل لك بص لو خدت الاثنين دول مع بعض والله هديك ديسكاونت 20%. فدي الباندلنج، ودي من اهم الطرق اللي بنعمل بيها بنعلي بيها الافريج اوردر فاليو، ومن اكتر الطرق المستخدمه عامه. يعني انت دلوقتي شوف المنتجات اللي عندك، شوف انهي منتجات اللي هم بيبقوا ماشيين مع بعض ينفع يتعملوا باندل واعملهم باندلز على طول. دي بالنسبه لك انت بتطلع اكتر من واعمل عليهم طبعا اوفر عشان خاطر بالنسبه للكلاينت يبقى هو بالنسبه له ايه، بالنسبه ليك وين وين سيتويشن انتوا الاثنين، تمام. انت هتبقى بتعلي الافريج اوردر فاليو فبالتالي البروفيت بتاعك هيزيد، وهو في نفس الوقت بالنسبه له هو خلاص خد اوفر فهو او خد ديسكاونت قليل او ايا كان، فهو بالنسبه له كسبان الايه الديسكاونت ده. نيجي لموديول من اهم الموديولات، وهحكي لكم اصلا موقف حصل معايا على الموديول ده اللي هو اللوس ليدر. يعني ايه اللوس ليدر برايسنج؟ بكل بساطه انا ببيع برودكت باقل من تكلفته. يعني كان في محل مشهور قوي في مصر من المحلات اللي هو السوبر ماركتس وكده، فكان في ازازه ميه، كان حرفيا ازازه الميه ديت بتتباع في كل حته
ب5 جنيه. قام هو جاي المحل دوت، قام دخلت السوبر ماركت فلقيت في الثلاجه بتاعته ازازه الميه دي، ازازه الميه عامه الباكجنج بتاعها نضيف قوي وكده تمام. الكلام ده كان من سنتين عشان ما حدش يقول لي اللي هو ال5 جنيه دلوقتي الازازه العاديه ب5 جنيه. المهم لقيت ان الباكجنج بتاعها نضيف وكده، ولقيتها معموله بجنيه. فانا بالنسبه لي اللي هو ايه، انا ربطت المكان دوت ان هو سعره قليل، فاشتريت من عندهم الميه، واشتريت من عندهم منتجات تانية كتير جدا. فانا لقيت بالنسبه لي ان انا اصلا هو خلاص، هو اي نعم هو خسر في البرودكت ده، خسر فيه 2 جنيه ولا جنيه ونص ولا ايا كان الرقم اللي هو خسر فيه، بس انا اشتريت من عنده منتجات تانية كتير عشان خاطر اللي هو ده بيكفر مع ده. وبالنسبه له لا، هو بالنسبه له عمل قاعده عملاء. يعني دلوقتي لما بنيجي ننزل حتى كوليكشنز جديده او ايا كان في برودكت، دايما بيبقى برودكت هو طعم الحاجات التانية. نفس الاستراتيجي دي بالظبط احنا بنستخدمها لما بنيجي ننزل كوليكشنز جديده، بنقوم جايين عاملين البرودكت دوت بيبقى سعره ممكن يبقى نفس تكلفته او اقل كمان، عشان خاطر نقدر بنخليه يطلع معاه منتجات تانية. فبيبقى بالنسبه لنا لا، احنا عندنا بنخلي البرودكت دوت يجر معاه بقيه المنتجات. فانا بالنسبه لي وين وين سيتويشن. نفس شركه جيلات بتعمل ايه، لا بتاعت الشفرات والحاجات دي كلها، ما بيعملوا ايه دلوقتي، انت بتيجي تشتري من عندهم المكنه، حرفيا المكنه رخيصه. حتى احنا المكنه يعني في مكنه من عندهم انا واخدها ببلاش حرفيا، فاجي بقى اشتري الشفرات، الشفره بتاعتها اغلى بكتير حرفيا من الثانيه. يعني لما جيت بصيت قارنت ما بينها وما بين الموس شاريه ب 25 جنيه، وكان حرفيا اللي هو فيه المواس دي حرفيا كلها ما بتكملش 5 جنيه، ممكن تقضيك سنه سنتين كمان. دي ممكن حرفيا الباكج بتاعتها ممكن تعدلها 70 جنيه، فاللي هو حاجه في منتهى العبث عامه. فنفس الفكره دي بالظبط، هو انا بخسر في حاجه عشان خاطر اخليك تشتري حاجات تانية على طول، فبالتالي انا ببقى كسبان على المدى الطويل، او بكسب، بالنسبه لي بكسب عميل، وبرضه بكسب في المنتجات التانية. فدي بالنسبه لي دي بتكفر معايا ايه الخساره في التانية. طيب نيجي لحاجه مهمه قوي، وهو امتى اعمل كل استراتيجي فيهم وامتى اشتغل الحاجات دي. بص، الكوست بلس والبريك ايفن، انا بالنسبه لي لو انا عايز خلاص، انا بقى بالنسبه لي يعني الكوست بلس دي خلاص اغلب المحلات زمان كانت هي بتستخدمها تمام، بس دلوقتي بقى في فاريبلز كتيره قوي دخلت جديده، عندك الكوست اوف ماركتنج، عندك حاجات كتير قوي تمام. والبريك ايفن انا بالنسبه لي انا مش عايز، انا مش عايز خلاص، انا عايز اكسب، انا عايز اكل عيش بقى يعني، خلاص انا خلاص تمام. فانت استخدم الحاجات دي لما تكون اللي هو انا بالنسبه لي ايه، انا عايز الم مصاريفي وخلاص. بنتريشن احنا قلنا لما خلاص لما تكون عايزين داخلين سوق جديد وما عندكش اي اسم وعايز خلاص تكبر او تبني قاعده عملاء جديده ليك، فانت خلاص بالنسبه لك كده. طيب السكامنج، لو انت خلاص انا منزل برودكت وعايز اكسب منه على طول، يعني مثلا دروب الشتاء لو جينا قارنا بالحاجات دي، هنلاقي اول ما دروب الشتاء بينزل اول حاجه ليها على طول بيبقى الدروب ده بيبقى غالي جدا، اغلى من الطبيعي مثلا 20 30%. ده ليه؟ الناس اللي عايزه تشتري بدري، والله عايز تشتري بدري اشتري تمام. خلاص انت يبقى انت اول شخص او اول حد لبس الديزاينز دي او الموديل من الحاجات دي كلها، فانت خلاص انت تدفع ازيد تمام. طيب لو انا عايز اسعر برودكت بتاعي او عايز اسعر سعر غالي جدا ويبقى حاجه بريميوم، لازم الحاجات دي بقى يبقى ريفلكتد على البراند بتاعي، البرسبشن اللي انا سايبه عند العميل بتاعي يبقى برضو ان الحاجه دي بريميوم قوي. يعني مثلا ما ينفعش اجي انا بالنسبه لي اقوم جاي مسعر البرودكت بتاعي او السيرفيس بتاعتي غاليه جدا، في نفس الوقت اجي انا لا البرسبشن بتاعي يسمح بان انا كده، لا الباكجنج بتاعي يسمح ان انا كده، لا ما عنديش ايدنتيتي ولا اي حاجه لها علاقه بكده تمام. فانا بالنسبه لي طب معلش انت بسعر كده ليه؟ مش هتعرف تبيع. فانت حرفيا انت لو سعرت حاجه بريميوم وهي ومش بتديك الحاجه دي، او مش بتدي للكاستمر بتاعك الاحساس ده، او مش بتغذي عنده النيد ده ان انت بتبيع حاجه بريميوم، حاجه هتدي له برسبشن ان انا بص انا غني فشخ لما اشتري الحاجه دي، بالنسبه لك خلاص انت مش هتعرف تبيع لو حرفيا لو قلبت قرد تمام. طيب البندلنج او البندل برايسنج بشكل عام، لما اكون بالنسبه لي انا عايز خلاص انا عايز اعلي الافرج اوردر فاليو، او انا ببيع منتجات رخيصه، المنتجات ديك انا والله بص بالنسبه لي كده كده تكلفه الادز غاليه الفتره تمام، فانا لا انا عايز اعلي الافرج اوردر فاليو او انا عايز ازود مكسبي، فبقوم جاي ايه، بقوم جاي بالنسبه لي ان انا اعمل بندلز جديده، فبالتالي انا كده وقتها ايه مكسبي بيزيد تمام. طيب نيجي الموضوع من اهم والذ المواضيع حرفيا اللي ليها علاقه بالماركتنج، ومن اكتر الحاجات اصلا اللي حببتني في الماركتنج، وهو السايكولوجي برايسنج او التريجرز بشكل عام اللي احنا بنستخدمها حرفيا عشان خاطر اللي هو ايه نلعب على نفسيه الناس او نلعب على احساس عند الناس تمام، فبالتالي نخلي الناس ايه تشتري اسرع او نخلي الناس تاخد قرار اسرع وكده تمام. طب في منها حاجات انت اوريدي انت عارفها، وفي منها حاجات انت مش عارفها، فركز قوي معايا في الحاجات دي عشان هي حاجه من اكتر الحاجات اللذيذه واللي هتحبها اصلا في مجالنا. اول حاجه السكرتي اللي هي الندره، انا جاي دلوقتي انا خلاص انا دلوقتي العلم النفسي بيقول لنا ان خلاص لما يكون البرودكت القليل او الناس دايما بتميل للحاجه القليله تمام. يعني دايما لو جيت دخلت على اي موقع مشهور او اي حاجه تلاقي دايما يقول لك ايه انت فاضل 10 ايتمز، فاضل مش عارف كام، فانت كشخص نفسيا كده او عقلك اللاواعي هو دايما اللي بيتحكم فيك. فانت لما تلاقي ان البرودكت اصلا قليل في السوق وكده تمام، وانا هبقى مميز لو اشتريت البرودكت تمام، فوقتها هاخد اكشن اسرع تمام. حتى
لما نيجي نقارن مثلا، لما نلاقي شركه زي بوجاتي فنلاقيها مثلا بتنزل من العربيات عدد عربيات معين قوي، فتلاقي ان العربيات اصلا ممكن تبقى محجوزه من قبلها بمده طويله. ليه؟ لان انا الناس اللي هتشتري العربيه دي فهو عارف ان هو يبقى خلاص هو شخص هيبقى يونيك فشخ، لان هو حرفيا ايه، لان هو بقى مميز قوي، لانه حرفيا ما فيش حد بيشتري العربيات دي حرفيا ايه غير عدد قليل قوي بيبقى معروف، يقول لك في من العربيه دي 3 عربيات 3 مش عارف كام، فالحاجات دي كلها. فالجزئيه بتاعت السكرتي هي حرفيا من اكتر الحاجات النفسيه اللي بنلعب عليها عشان خاطر اللي هو ايه نلعب على نخلي العميل ياخد اكشن سريع وكده. طيب نيجي لتاني حاجه وهي اليوجرنسي، الاستعجال. يعني بكل بساطه دلوقتي انا جاي بعمل حاجات، او وانا باجي بعمل از او ايا كان الحاجه بتاعتي، بقوم جاي انا عاملها اللي هي الحاجات بتاعت الايه ليميتد اوفر وكده، او الليميتد تايم وكده، او الليميتد اللي هو الحاجات الايه البرودكت هو عدد منه قليل جدا، فبالتالي اصلا الناس، او انا بعمل اوفر مثلا الاوفر ده لوقت معين او بكميه معينه، تمام، فبالتالي الناس بتخاف ان هي خلاص بتكره ان هي تخاف ان هي بالنسبه لي انا مش عايز البرودكت ده يضيع مني، فبالتالي بقوم واخد اكشن سريع، تمام. فانا لما بالنسبه لي لما بستعجل العميل وبقوم جاي بقول له ان انا معايا ان انا عامل البرودكت دوت لعدد قليل جدا، تمام، فبالنسبه لي لا وقتها خلاص انا هفكر اسرع وكده وهاخد اكشن اسرع. طيب نيجي لثالث حاجه اللي هي الكاونت داون تايمر، ودي موجوده على شوبيفاي، ودايما اول ما تخش على اي ويب سايت هتلاقي مكتوب كده ايه في تايمر كده اللي هو بيقول لك ايه انت فاضل كام واحد او كده. فعلم النفس بيقول لك ايه ان دايما لما الناس تبقى شايفه ان وقتها اي وقت بيبقى نازل تمام قدامه فبياخد قرار اسرع ووقتها مش بيأجل. يعني دايما تلاقي الناس دايما لما بيجي يخش على اي ويب سايت او اي حاجه هو انا داخل لسه اخش اتفرج، بيخش بدور المتفرج دايما بقى، بيقارن سعر، بيقارن الحاجات دي كلها. فهو وانس ان انت خلاص انت عملت له كونفرجن من الويب سايت من الاعلان بتاعك للويب سايت، تمام، وخلاص دخل لها كاونت داون تايمر وكده. طبعا انت لو بتبيع حاجه غاليه قوي الكلام ده مش موجود، الكلام ده على المنتجات العاديه او الاسعار المتوسطه، انما الحاجات الغاليه قوي لا طبعا، تمام، لان وقتها نفسيا انت لازم تلعب على جزئيه تاني اللي هو انت بتجيب له حاجات ارخص بكتير، او بتجيب له حاجات بتخليه ايه ياخد هدوء كده، ايه ياخد قرار بتريث وكده، تمام. انت حتى لو دخلت اي معرض عربيات بالذات الحاجات اللي بتبيع حاجات غاليه او الحاجات اللي بتبيع انتيكات وكده هتلاقي دايما مشغلين ميوزك هاديه قوي بحيث ان خلاص الشخص يخش في حاله استرخاء ويقدر يهيئ مخه ان هو ايه يسمع للناس. على عكس لو جيت دخلت مثلا محل بيبيع حاجات شعبيه وكده، محلات الشعبيه او نزلت الموسكي او نزلت الحاجه دي هتلاقي حرفيا صوت الاغاني والدوشه كتير، فبالتالي انت اول ما بتخش المحل انت بتاخد اكشن سريع. يعني حتى الناس بتعمل الحاجه دي من غير ما يقصدوا، تمام، فانت بتخش المحل الحاجه عجبتك بتشتري، ما عجبتكش بتاخد نفسك وتجري. انما لو دخلت معرض عربيات غاليه او حاجه من الحاجات دي كلها هتلاقي ان في الباك جراوند ميوزك هاديه جدا، عشان خاطر اللي هو انا بالنسبه لي اللي هو انا اخد قرار، او بالنسبه للشخص ده يسمع من السيلز مان ويسمع منه مره واثنين وثلاثه وياخد قراره ايه بالراحه، لان الحاجات الغاليه طبعا بتبقى ايه قرارها ما بيتاخدش بسرعه. انما الكاونت داون تايمر لو انا ببيع منتجات ايه متوسطه او رخيصه بيبقى شغال حلو قوي. طيب اللي على شوبيفاي الابلكيشن اللي هو على شوبيفاي هتلاقيه جي اي يورجسي كاونت داون تايمر بار، ده اسمه، ده هتلاقيه موجود بالاسم على شوبيفاي، هتخش تعمل له انستول وهتشغله عادي. طيب رابع حاجه او رابع تريجر احنا بنلعب عليها، او رابع تريجر احنا بنلعب عليها هي الفير اوف ميسنج اوت، ودي من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها في الادز. الناس دايما بتخاف ان لما ياخد انا اخد فرصه وانت ما تاخدهاش، لا انا بالنسبه لي انا عايز اخد فرصه زيك، تمام. فانا بالنسبه لي لما انا اجي اعمل الاوفر دوت بليميتد ستوك بيخش عندي على الويب سايت يلاقي بالنسبه لي ان في كاونت داون تايم بار، فبالنسبه لي دايما عدد كل شويه بيقل وفي منتجات قليله على الويب سايت وكده، وانا عامله ليميتد تايم وكده، انا خلاص انا هيأته نفسيا ان هو لازم ياخد اكشن سريع جدا، تمام، لان هو هيخاف ان الفرصه ايه تعديه او الاوفر يخلص من غير ما ايه من غير ما هو ما يشتري. رابع او خامس حاجه عندنا السوشيال بروف. دايما الناس بتقلد الناس اللي حواليها، الناس دايما بص بتمشي ورا القطيع، او ان بص لما انا بالنسبه لي لما اجي انا اشتري برودكت او اي حاجه، تمام، فانا بالنسبه لي بكتسب ثقتي، او علم النفس بيقول لنا الناس بتكتسب ثقتها من الناس اللي حواليها. يعني دلوقتي انا لما جيت اشتري المايك ده انا كلمت اصحابي الناس اللي هم اشتروا المايك ده قبل كده وخدت منهم ريفيوهات، فالناس شكرت لي فيه فانا اشتريت المايك. نفس الحاجه دي نقيسها على حاجات كتير قوي، ان احنا الناس كلها برضو بتاخد الاكشن بناء على ايه بناء على ريفيوهات الناس اللي حواليها وكده. فانا لما اجيب للناس لما اجيب ريفيوهات للناس فانا ببني ثقه العملاء فيا. طيب نيجي بعد كده للاثوريتي، وهو بكل بساطه ان علم النفس بيقول لنا ان لما شخص اكسبرت في حاجه معينه يدي فيها ريفيو فبكل بساطه الناس بتثق اكتر. يعني هدي مثال بسيط، دلوقتي لو انا ببيع
برودكت له علاقه بالكوزماتكس، تمام. وقمت جيت دلوقتي في البي ار كامبينز اللي عندي، قمت جيت اتفقت مع البيوتي انفلونسرز، الناس اللي هم بيعملوا حاجات ليها علاقه بالميك اب ومش عارف ايه، هو ده الكونتنت بتاعهم وهم اكسبرت في الحته دي. وقمت جيت دكاتره الجلديه والحاجات دي كلها. فوقتها انا الناس بالنسبه لي اقوم جاي اول ما يعملوا ريفيو للبرودكت بتاعي وكده، الناس هتبقى واثقه فيا، تمام. على عكس لو انا جيت جبت ريفيو من شخص عادي، الناس مش هتبقى واثقه فيه خالص، او ثقتها في الناس هتبقى اقل بكتير كنسبه من فكره ان هو يبقى واثق في دكتور او اللي هو بيوتي انفلونسر له علاقه بالاندستري ده. طيب نيجي للجزئيه اللي بعدها، الترندنج. دايما علم النفس بيقول لنا ان الناس بتحب تمشي ورا القطيع حرفيا. بص، لو انا لقيت بالنسبه لي ناس كتير بتشتري برودكت، يعني ان احنا لو جينا دلوقتي السنه دي، حتى انا عامه انا دلوقتي السنه دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الشراء اللي هو النتد بول، حرفيا لقيناه فاشترينا، كل الناس بتشتري منه، تمام. فتلاقي في مثلا في الفاشن او الفاشن براندز وكده، تلاقي ان حرفيا هو في كام برودكت كده بيطلع ترند الناس كلها بتشتريه. ليه؟ هم الناس بتحب تشتري كده. لو جينا رجعنا من فتره هنلاقي ان التيشيرت مثلا بتاع كريستيانو في فتره اللي هو 2007 في باوك اليوناني وكده، ناس كتير اشتريته. ليه؟ هو حرفيا خلاص طالما انا وانس اللي انا مهتم بالاندستري ده او مهتم بالبرودكت ده، ولقيت الناس كتير قوي اشتريته وشكله عجبني عليهم، لا انا اجيب زيهم. انا ده حاجه ترندنج وكده. فهو علم النفس بيقول لنا ان انا لما الاقي حاجه خلاص، حاجه عليها اقبال وكده، انا ما عانيتش نفسي وما عانيتش دماغي وما عانيتش السوق بتاعي وما عانيتش العملاء بتوعي واعمل زيها. يعني انا بقول دايما للناس مش شرط انك تعمل حاجه مختلفه، على قد ما انت تعمل الحاجه ديك الناس تحبها، الناس تشتريها، فوقتها انت خلاص انت هتعمل حاجه، انت خلاص انت عملت المعادله، حاجه برودكت عليه ديماند وعملت ليه ماركتنج كويس، خلاص الموضوع بايع نفسه، ما فيهوش اي حاجه. طيب نيجي للحاجه اللي بعدها وهي الانكورنج. وهو بكل بساطه الناس دايما لما انا اجي اقلل سعر او اعمل ايا كان الحاجه، انا دايما ما اعملش البيرسنت. الناس دايما بتحب تقارن بالارقام اللي قبل كده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا كان عندي برودكت وجيت انا عملت ديسكاونت 20%، الديسكاونت ال 20% ده على البرودكت يمثل مثلا ان انا هوفر 200 جنيه وكده، تمام. فانا مثلا اقوم جاي مثلا لو سعر البرودكت ده 1000 جنيه وانا عملت عليه ديسكاونت 20%، فبقوم جاي ايه عامل ان هو كان ب 1000 وبقى دلوقتي بكام؟ ب 800. فالناس هتقارن ما بين ال 1000 وال 800، فتعرف بالنسبه لها او بالنسبه لها دي هتبقى ايه؟ هتبقى صفقه. انا كسبت في الحته ديت، فخلاص انا بالنسبه لي ايه؟ انا كسبان. طيب نيجي لحاجه مهمه قوي وهي الانكورنج. وهو بكل بساطه علم النفس بيقول لنا ان الناس دايما بتحب تقارن بالحاجتين او حاجتين ما بين حاجتين متغيرين. يعني دلوقتي لو انا جيت عملت اوفر وجيت عملت ديسكاونت 20%، تمام. فعلم النفس بيقول لنا دلوقتي لو انت مثلا البرودكت بتاعك ده كان ب 1000 جنيه وبقى عملت عليه ديسكاونت 20%، لا ما تعملش الديسكاونت. الناس دايما بتحب تقارن تشوف ايه الاوت كام. يعني بالنسبه لي انا هقوم جاي اعمله ايه 800 بدل 1000. ليه؟ الناس هتقارن دايما ما بين ال 800 وال 1000 وهتعرف ان هم وفروا ليهم مبلغ اللي هو 200 جنيه، تمام. فوقتها هتبقى ايه بالنسبه لي؟ لا انا ممكن اشتري البرودكت لان انا بالنسبه لي انا شايف ان انا وفرت وكده. نيجي للحاجه اللي بعدها وهي الديكوي برايسنج او الديكوي افكت. وهو بكل بساطه ان انا دلوقتي لو انا عندي برودكتس وكده، انا بعمل برودكت تسعير البرودكتس اللي عندي، بقوم جاي مسعر منتج يبقى طعم الحاجات الثانيه. يعني دلوقتي مثلا لو جينا دخلنا على مطاعم البيتزا او كده، تمام، تلاقي دايما بيسعر ايه؟ ميديوم ولارج واكس لارج، تمام. فيجي دايما تلاقيه مقرب لك سعر اللارج من الحاجات الاكس لارج. ليه؟ هو عايز دايما يبيع اكبر عدد او اكبر حاجه من الحاجات الكبيره، فبالنسبه له هو يبقى كسبان كده. طيب نفس الكلام ده على شركات البيبسي والكوكا كولا والحاجات دي كلها. انا دلوقتي لما باجي بقارن حاجه، لما باجي تلاقي لو دخلت على اي حاجه، تمام، لو دخلت على اي شركه بيبسي او كوكا كولا، تمام، طبعا دول مقاطعه واللي مش مقاطع طبعا عنده ضعف جنسي. لو دخلت على اي شركه من دول هلاقي ان انا عندي السمول بوتل اللي هي العلبه ام 15. لو جيت بقى قارنتها بين اللارج والحاجه اللي هي اللتر ونص والاتنين لتر ونص، هلاقي ان دي ب 30 ودي ب 33. فانا لما اجي اقارن فقلت طب ما ايه اللي خليني اجيب ام 30؟ طب ما اجيب ام 33. فانا بالنسبه لي بحسب ان انا كده ايه، انا ذكي واذكى اخواتي وان انا ضاحك على الشركه وكده. بالعكس، وهو كده كده ده الطعم اللي انت شربته، ان انت خلاص انا لما باجي اسعر دايما فانا بقول بالنسبه لي رامي لك طعم اللي هو الميدل اوبشن دايما، انك ايه تختار بيه تطلع بيه لللارج اوبشن. طيب نيجي للحاجه اللي بعد كده الباندلنج. علم النفس بيقول لنا ايه؟ الناس دايما بتحب تبقى ايه، تحس ان هي كسبانه في اي حاجه. طيب انا ما اعمل بندل، البندل ده فيه اكتر من برودكت واقوم جاي عامل عليه ديسكاونت، تمام. الديسكاونت دوت لو كل ايتم الراجل اشتراها لوحدها يحس ان هو هيبقى بالنسبه له لا انا خسران. طبعا لو اشتريت الحاجات دي في البندل هبقى انا كسبان خصم اللي هو الايه 20%، وهوفر ليا 200 جنيه ولا حاجه، فوقتها لا ابقى انا كسبان. دي حاجه مهمه قوي انك تعملها عشان خاطر زي ما قلنا فوق انك ايه تعلي بيها الافريج اوردر فاليو. نيجي لحاجه مهمه قوي اللي هو الايه البرايسنج برستيج او البرستيج برايسنج. وبكل بساطه بقوم جاي ان دايما الناس بشكل عام بتربط السعر العالي بالايه بالفخامه والكواليتي والحاجات دي كلها. لو جينا بصينا على رولكس وجوتشي
وبوجاتي وكل البراندات المشهوره في الدنيا. البراندات دي كلها بيبقى سعرها عالي جدا، اعلى من الريت الطبيعي بكتير. هم عشان خاطر هو انا دايما ايه، انا رابط ان البرودكت ده لما يكون سعره غالي، فانا بالنسبه لي خلاص انا بقى انا شاري برودكت هو مش عند الناس كلها، هو بس انا الوحيد اللي عندي وكده، تمام. وهيبقى الكواليتي بتاعته عاليه جدا، مع انه ممكن ما يكونش في اغلب الاوقات صح، بس هو بيديك بيرسبشن كده، لان ده هو حرفيا هو عقلك اللاواعي هو اللي بيتحكم فيك. فكده كده ده بيحصل فعلا مع كل الناس، حتى انا عامه يعني انا عارف الكلام ده وبقع فيه كتير عامه. فدي من اكتر الحاجات. يعني انت دلوقتي عامه عايزك تقارن ما بين المواقف او الطرق اللي بتحصل معاك دي او اللي انت بتسمعها، وما بين مواقف حقيقيه حصلت معاك. وقول لي برده في الكوميونتي لو موقف مشهور جدا حصل معاك على الموضوع ده. انا حتى ممكن اقول لك على موضوع الديكوي برايسنج دوت، يعني موضوع من اكتر المواضيع اللي حصلت معايا ومن اذكى المطاعم اللي شفتها في حياتي. انا كنت قاعد انا وناس صحابي بناكل في مطعم وكده، فدخلنا لقينا ان المطعم دوت حرفيا عامل الميل دي سعرها 1200 جنيه، تمام. فاحنا كده قارنا لقينا ان كده سعره غالي جدا، اللي هو وايه حاطط الميل مبروزها في كل حته. يعني انت لو دخلت كده هتبص هتلاقي الميل دي، لو دخلت بصيت في اي حته انت هتلاقي الميل، تمام. فاحنا جينا قلنا بس خلاص المطعم ده غالي واحنا المره دي ايه هندفع دخله محترمه. جينا بقى قارنا ما بين، لقينا بنشوف بقيه الميلز وكده، لقينا ان هو الاسعار عنده هو اغلى من الطبيعي مثلا بنسبه 50%. طيب الوجبه دي اصلا كانت ب 1200 جنيه، فهي اغلى من الطبيعي مثلا 6 7 مثلا او 5 6 مرات. انا بالنسبه لي لما جينا قارنا احنا قارنا ما بين الغالي جدا والاغلى شويه، فاحنا حسينا ان الاسعار الغاليه الطبيعيه دي كانت ماشيه، فاحنا ايه مشينا الدنيا وما ركزناش في فرق الاسعار وكده. فانا لما جيت راجعت الكلام ده بقى بعقلي وكده، عرفت ان الناس دي اذكياء قوي. هو خلاني دايما اقارن ما بين سعر الميل الغاليه جدا وما بين ايه سعر البرودكت بتاعه اللي هو برده ستيل غالي جدا، تمام، او اغلى من الطبيعي. فانا لما جيت قارنت بين حاجه غاليه جدا وحاجه اغلى من الطبيعي، انا حسيت بالنسبه لي ان الاغلى من الطبيعي دي حاجه عاديه. فبالنسبه لي هو اداني البرسبشن اللي انا خلاص انا بالنسبه لي انا قابل ده وباكل ومبسوط وما اتضايقتش قوي ما اتضايقتش خالص، تمام. بالعكس انا كنت مبسوط ان انا خلاص انا حسيت ان انا كسبان عليهم لما انا خلاص لما انا خدت البرودكت او خدت نفس الحاجه من عندهم. ولما جيت بسال المانجر بتاعهم بقول له انتوا الميل دي بيبقى فيه منكم كام طلب؟ قال لي اخر حد طلبها كان من 4 شهور. ففهمت قد ايه ان العامل برايسنج في المطعم ده كانت حركه من اذكى الحركات اللي حصلت في حرفيا في حياتي، ومن اكتر الحركات اللي حببتني برضو في مجالنا. انت دايما تبقى فاهم اللي حواليك وتربط كل حاجه انت في حياتك تربطها بالماركتنج، لان حرفيا من اكتر الحاجات الممتعه في الماركتنج انك تربطها بحياتك. طيب نيجي بعد كده لاند وومد افكت. هو بكل بساطه ان علم النفس بيقول لنا الشخص لما بيملك حاجه لفتره معينه بيبقى عايز على طول يبقى الحاجه دي بتاعته. يعني دلوقتي لو جينا بصينا على كل الشركات او كل الحاجات بتوع مثلا ايه سبوتيفاي او ايا كان المواقع بتاعت المونتاج، المواقع اي مواقع الاي اي او شات جي بي تي حتى، هو بيديك الميزانيات بتاعته كلها لمده معينه فري، تمام، مقابل ان انت بعد كده انت خلاص انت حبيت الحاجه دي واستخدمتها وعرفت الحاجه دي قد ايه بتوفر عليك وقد ايه بتساعدك، فوقتها بس خلاص قام جاي على تعريق الايه الحاجه الثانيه، فوقتها هتدفع وانت ايه وانت مطمن، لان انت خلاص انت جربت الحاجه وخلاص وامتلكتها فتره، فمش عايز تنزل عن الايه عن الحاجه دي تاني. بنيجي للشارم برايسنج، وهو بكل بساطه علم النفس بيقول لنا ان الناس دايما او عين الشخص تيجي دايما على رقم 9 وبتحسسه دايما ان هو ايه الرقم ده ارخص من رقم 10. يعني لو انا دلوقتي لما ببيع برودكت والبرودكت ده ب 100 جنيه وجيت كتبته ب 99، فهو هيبان لليوزر او هيبان للكاستمر بتاعي ان هو ارخص بكتير، نفسيا هيبقى مرتاح وكده. حتى لو جيت اي براند كبير هتلاقيه حرفيا بايه بيعمل الحاجات دي، هتلاقيه بيعمل ايه 99.9999، لان حرفيا ايه هو بالنسبه له انت كده كده هتدفع ال 1000 جنيه، بس انت عينيك لما تيجي تقارن انت مش هتقول الحاجه دي ب 1000، انت تقول ايه انت تقول الحاجه دي انت هتدفع ال 1000 كده كده، بس بالنسبه لك هتبقى شايفها ارخص من ال 1000. طيب نيجي للزيرو افكت، ودي اصلا حرفيا يعني احنا عندنا مثل شعبي بيقول لك ايه الناس بتحب ابو ببلاش او ببلاش كتر منه. وهحكي لكم موقف حصل معايا على الحاجات دي. كان معايا البراند ده كان بيبيع ايه كان بيبيع زيوت وكده، تمام، زيوت للشعر والحاجات دي كلها. البراند ده حرفيا كان كل يوم من معظم حاجات في الشهر كان بيطلع معاه من 300 ل 500 اوردر، تمام، ليه وهو سعره حرفيا كان سعره حلو وكده، تمام. فجينا عملنا حاجه حلوه قوي، قمنا جايين مسكنا جينا عملنا اللي هي الحاجات الطبيه اللي هي الفرشه الطبيه بتاعه الشعر دي، مشط طبي، تمام، والمشط دوت بيعالج الشعر والحاجات دي كلها، تمام. قمنا اول ما عملنا الحاجات دي وطلعناها فري جيفت مع البرودكت. الحاجه دي كانت تقريبا بتكلفنا، يعني الفرشه كانت بتكلفنا حرفيا كلها ما بتكملش اللي هو ايه ما بتكملش 30 جنيه تقريبا. الفرشه الطبيه دي كانت حاجه مصنوعه من خشب باين حاجه شبه كده، ما اعرفش ايه هي بالظبط الماتيريال بتاعتها، بس الحاجه دي احنا طلعناها ايه فور فري مع الاوفر مع برودكت وكده. وجينا قلنا ايه شحن مجاني لاي حته في مصر. حرفيا البرودكت ده
طلع منه اكتر من 3000 ايتم في الشهر، بدل ما كنا بنطلع 500 يوم ما كنا بنتمعظم. ليه؟ لان الناس دايما بتحب ان هي تسمع الحاجه ببلاش او تاخد حاجه ببلاش. ففي نفس الوقت شوف انت ازاي ممكن تطبق الحركه دي نفسيا على العملاء بتوعك. شوف انت ممكن حتى لو انت بتبيع برودكت، البرودكت ده بالنسبه لك انت بتبيعه مثلا ب 100 وعندك ثمن الشحن 50، فانت لو جيت بعت بالبرودكت ده بسعر اغلى من الطبيعي شويه، في مقابل ان انت اديت يونيك سيلينج بوينت اللي هو فري شيبنج لاي حته، ناس ممكن تشتري عامه عادي. تمام، الناس ممكن، في عندي كاستمرز كتير الناس بتقول لي، او لو جينا قارنا الناس ممكن تدفع 2000 جنيه او 5000 جنيه ويجي يقول لك على سعر الشحن ما تدفعوش. تمام، فانت دايما تشوف ازاي تلعب او تستخدم الزيرو افكت عندك. طيب نيجي لموضوع مهم قوي، هو موضوع اللي هو ايه، يوسيف كذا بدل ايه، بدل البرسنت وكده. تمام، يعني دلوقتي لو احنا جينا قلنا، لو احنا قلنا ان انت عامل برودكت وعامل اوفر عليه 20%، فانت دلوقتي والبرودكت ده ب 1000، فاحنا نقول للناس ان انت ايه، انت دلوقتي بتسيف او بتوفر 20%. هيبقى ايه مش ألذ لو احنا قلنا للناس ان انت هتوفر، او الاوت كام على طول دايركت اللي هو ال 200 جنيه، فانت توفر 200 جنيه. فبالنسبه لايه للناس، او علم النفس بيقول لنا ان الحاجه دي نفسيا هتجيب مع الناس اكتر. طيب نيجي للحاجه المهمه قوي واللي هو الديفولت افكت. دلوقتي لو جينا دخلنا على اي اشتراك لاي حرفيا اي ابلكيشن او اي حاجه، هنلاقي دايما الناس بتميل للحاجه الديفولت. يعني لو احنا لقينا مثلا في عندك 3 فئات من الحاجه او من الاشتراكات، تلاقي الناس دايما بتروح للحاجه الديفولت على طول. ولو جينا قارناها هنلاقي دايما، او علم النفس بيقول لنا الناس بتميل ان هي تعمل حاجه زي ما هي حرفيا ما بتغيرش فيها حاجه. يعني لو جينا بصينا على 3 اشتراكات، الحاجه مثلا العاديه والحاجه المتوسطه والحاجه العاليه جدا، هتلاقي الناس دايما بتروح للديفولت فيهم مهما كان ايه هو. طيب نيجي الحته الجزئيه بتاعت اللي هي الايه، الفوتنز دور. يعني ايه بكل بساطه، دلوقتي لو انا عايز ابيع للعميل حاجه، فانا ممكن ابيع له حاجه قليله او حاجه بسعر قليل، وبعد كده ابدا، او لما العميل ده يشتري مني ويتقبل معايا مره مني حاجه، ابدا ادخله في ايه، في زون ان انا ابيع له ايه حاجه اعلى، اعمل له ايه اب سيلينج وابيع له حاجه اعلى من كده. فوانس ان العميل اشترى مني حاجه، فانا كده كسرت الحاجز ما بيني وما بين العميل بتاعي، فبالتالي انا اقدر ايه، اعمل له ابيع له حاجه اعلى. نفس الكلام برضو ينطبق علينا لما جيت بقول لكم ازاي تجيبوا عملاء. بقول لك ايه، بالذات الناس اللي هي لسه في الاول، بقول للناس عشان تكسر الحاجز ما بينها وما بين الناس التانيه، بص انت ابعت للعميل كلاينت او ابعت للكلاينت بتاعك ولا ايه، ابعت له اوفر. الاوفر ده حاجه اللي هو بص خلاص ما تتعوضش، اللي هو انت انا عامل لك الحاجه دي ببلاش، والله عجبك حلو بقى خير وبركه، طيب ما عجبكش خلاص ما مش هتخسر حاجه. فانت لو انت قدمت ليه فاليو معينه، خلاص انت بعد ما قدمت له فاليو معينه، بعد كده خلاص وانت كسرت ما بينك وما بينه الجزئيه بتاعت اللي هو عدم الثقه، فهو بقى واثق فيك. تمام، فانت تقدر بقى بعد كده تاخد منه فلوس، وبعد كده تزود منه الحاجات دي كلها. طيب نيجي الموضوع اللي هو ايه، التشوز اوفرلود. بكل بساطه الناس دايما بتحب تلاقي الحاجه ايه، تختار الحاجه السيمبل، ما بتحبش الحاجات الكراودد كده اللي هو ايه، انا عايز حاجه منظمه وايه وبسيطه. وعشان كده انت في الويب سايت بتاعك ما تعملش حاجه يا جدعان. بجد من اكتر الحاجات المستفزه ان انا اخش على ويب سايت الاقي حرفيا الدنيا متبهدله. لا، الناس دايما بتحب تلاقي حاجه اللي هو حاجه لذيذه، حاجه بسيطه قوي، اخش انا عارف الاوردر ده فين، هلاقيه فين، هخش اشتريه. انما بالنسبه لي ببقى انا سايب الدنيا عايمه والويب سايت مش مرتب وكده، من اكتر الحاجات حرفيا اللي بتنزل السيلز وكده. طيب نيجي لجزئيه اليونت باس. وبكل بساطه علم النفس بيقول لنا الشخص بيعتبر اليونت او ايا كان اليونت من الحاجه دي هي الحاجه الطبيعيه. يعني مثلا انت لو جيت اشتريت، عمرك ما مثلا ما هتروح تشتري شيبسي او ايا كان ايه برودكت او ايا كان هي الحاجه اللي مش طبيعيه. يعني انت بتخش اي مطعم او اي حاجه، انت بتقول له انا عايز ميل، انا عايز ساندوتش، انا عايز كذا، بتخش تطلب اكتر من واحده، انت بتحس ان اليونت الواحده هي الحاجه الطبيعيه منها. تمام، طيب نيجي لموضوع اللوس ليدر. وهو بكل بساطه ان انا ببيع حاجه، الحاجه ديك انا بص انا ببيعها عشان اخسر، بس بالنسبه لي ايه، انا اكسب من حاجات تانية. يعني زي ما قلت لكم موضوع ازازه الميه وكده، ودي برضو من اكتر الحاجات اللي هو السايكولوجي اوف سيلينج. انا قلت لكم ايه، اربط الماركتنج دايما بحياتك، بالمواقف اللي حصلت معاك، هتفهم قد ايه الماركتنج لذيذ، قد ايه ان الدنيا كلها مربوطه ببعض وكده. طيب نيجي للموضوع الايه، الكارت اباندند وكده. يعني ايه دلوقتي انا بالنسبه لي لو انا خلاص عميل، في ناس كتيره بتخش عندي على الويب سايت والله بتقوم ايه، بتسقط مني بسبب ان انا بقوم جاي خلاص ممكن مش معاه فلوس، ممكن وعجبه البرودكت بس الاغلى شويه، وهو حاليا في الفتره دي مش معاه فلوس. فعلم الناس بيقول لنا والله بص، لو انت جيت رجعت الناس بعد كده او بعت لهم مسج او عملت لهم نوتيفيكيشن ان هو خلاص ان هو لسه في برودكت، او ممكن ان هو نسي حاجات في الكارت وكده، فهو في فرصه ان هو يشتريها بتبقى اكبر بكتير من فكره ان انت ايه،
من ان انت خلاص تبيع لشخص تاني. وده هتلاقيه موجود على شوبيفاي اللي هو ايه كليفيو، اعملوا انستوليشن، ومن اكتر الحاجات المهمه عامه ده في الايميل ماركتنج وكده مهم جدا. طيب نيجي الموضوع من اكتر المواضيع المهمه، وهو ازاي احسب ايه، ودي اخر حاجه معانا في السيشن النهارده، هي ازاي احسب الرؤاس بريك ايفن. طيب او اقل الرؤاس بالنسبه لي وقتها انا بص، يا اما لو قلت عندها هبقى بخسر، طب لو زدت عندها هبقى بكسب. خلينا نعرف حاجات مهمه. اول حاجه السيلينج برايس، وهو السعر اللي انا ببيع بيه العميل بتاعي. طيب البرودكت كوست، هو تكلفه التصنيع بتاعي. انا دلوقتي انا لحد ما البرودكت ده يبقى عندي في المخازن بتاعتي تكلفته قد ايه. طيب الشيبنج، انا بالنسبه لي في شركات، انا في اوقات كتيره الشركات هي اللي بتشيل فكره الشحن وكده تمام، في شركات بتشيل الفرق ما بين الشحن وكده تمام. التكاليف الثانيه او الاذر كوست بكل بساطه تكاليف العماله، الباكجينج، الحاجات دي كلها. طيب البيد ادز كوست، طبعا كلنا عارفينها، الفلوس اللي انا بصرفها على الايه، على البيد ادز تمام. الريتيرن ريت، كل شركه بيبقى عندها نسبه مرتجعات. طيب انا عايز اعرف نسبه المرتجعات بتاعتي كلها عشان اقدر احسبها. طيب ازاي بقى اعرف احسب النت ريفينيو؟ النت ريفينيو بكل بساطه هو الريفينيو اللي بيجي لي تمام كله في الواحد ناقص نسبه المرتجعات. يعني دلوقتي لو انا ببيع مثلا 100,000 جنيه تمام، ال 100,000 جنيه دول انا عندي منهم نسبه مرتجعات ايه 15%. انا احسب ال 100,000 جنيه، عايز انا اطلع النت ريفينيو، فبقوم جاي ايه ماسك الايه ال 100,000 جنيه دول، بقوم ضاربهم في واحد ناقص ال 15% اللي هو بتبقى 0.15 تمام، بقوم ضاربهم فيهم، ف 1 ماينس ده فبقى 0.85، فبقى بالنسبه لي ده في ده بيطلع لي ايه 85,000، وده بالظبط الحاجه بتاعتي. طيب كل التكاليف بالنسبه لي، او ازاي احسب يعني ايه بريك ايفن؟ بريك ايفن بكل بساطه يعني نقطه التساوي. يعني انا عندي الكفه يمين زي شمال، المكسب قد الخساره، فبالنسبه لي انا ببقى واقف ايه في النص بالظبط. طيب انا عشان ابقى في نقطه التكافؤ دي بالظبط او نقطه التساوي بعمل ايه؟ لازم كل مصاريفي تجيبها كل مبيعاتي، بيبقى انا بالنسبه لي ايه انا واقف في النص. طيب هل مبيعاتي دي بتبقى مبيعاتي الكليه تمام، ولا مبيعاتي اللي هي الايه النت او الحاجه الصافيه؟ طبيعي ان هي بتبقى صافيه، لان انا بالنسبه لي انا زي ما قلت لكم ان انا عندي نسبه مرتجعات، انا مش ببيع كل حاجه، اللي انا ببيعه مش هو كل اللي بيتباع تمام. فبالنسبه لي لازم اخد في بالي الحته دي. فانا طيب كل التكاليف اللي عندي بتبقى ايه؟ تكاليف البرودكت، تكاليف الباكجينج، تكاليف العماله، تكاليف الحاجات دي كلها تمام. طيب انا بالنسبه لي عشان احسب البيد ادز كوست او احسب الرؤس بريك ايفن، لازم اخلي بالنسبه لي ان اللي بالنسبه لي مفيش بروفيت. خلاص انا بالنسبه لي انا حاسب ان انا بالنسبه لي مفيش بروفيت. طيب ايه هو المينيمم رؤس؟ طبعا هيجي على المعادله دي اللي هو النت ريفينيو او الريفينيو التوتال تمام، ماينس النت ريفينيو على الايه التوتال كوست. فبالنسبه لي وقتها انا هلاقي نفسي ان انا ايه طلعت بالايه بالرؤس بريك ايفن ايه از ان هي بالنسبه لي از ان هي بيرسنت تمام. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي انا عايز احسبها بطريقه اسهل، فانا سالت عليك الدنيا دي كلها وعملت لك رؤس كالكوليتور، هسيبه لك مع لينك السيشن دي كلها تمام، تكتب عليه سعر البرودكت بتاعك تمام، وتكتب عليه كل التكاليف اللي بتيجي عليك. انا مثلا بجيب البرودكت ده ب 150 جنيه، والكوست شيبنج مثلا 60 جنيه، والتكاليف التانية كلها 15، وانا عندي والله تكلفه الايه نسبه المرتجعات مثلا عندي 30%. عايز بس اوريكم نسبه المرتجعات ازاي هتاثر معايا. فبص نسبه المرتجعات، طب لو نسبه المرتجعات عندي 50%، هلاقي نفسي احتمال ان انا بخسر كمان تمام. ليه؟ لان انا بالنسبه لي نسبه المرتجعات دي مش هتكفر معايا الدنيا، بقى بالنسبه لنا الموضوع جاي عليا بالسالب، فالموضوع هيبقى كبير قوي تمام. طيب نسبه المرتجعات عندي حاجه قليله، فالموضوع بالنسبه لي هيبقى ايه مبلوع. فكل ما كان بالنسبه لي نسبه المرتجعات اقل، كل ما كان بالنسبه لي اقل، كل ما كان بالنسبه لي مكسبي يزيد ولا ايه تمام. طيب فالمهم ده الموضوع ده مهم جدا. فطبيعي نسبه المرتجعات عشان تتحكم فيها لازم اللي هي الكونفirmation كولز، الحاجات دي كلها مهمه جدا تمام. وشركات الشحن الموضوع ده مهم جدا تمام. طبعا هتلاقي الرؤس كالكوليتر ده هتلاقيه مع لينك الايه السيشن. طيب نيجي لاخر مقوله عندنا في السيشن دي كلها، وهي ايه اللي فليب كوتلر بيقول لك بكل بساطه if you are not a brand you are a commodity then price is you all you can compete on. يعني ايه بكل بساطه؟ بيقول لك والله لو انت ما عندكش ميزه تبيع عليها، والبرايسنج هيبقى اللعبه دي كلها حرفيا اللي حيلتك، هيبقى تسعيرك هو هو الحاجه اللي ايه اليونيك سيلينج بوينت اللي عندك. فبكل بساطه لو انت ما عندكش ميزه تبني عليها البراند بتاعك او يونيك سيلينج بوينت تعيش عليها، وقتها لازم هتلعب على التسعير. وقتها الناس هتقارن ما بينك وما بين سعر الناس، وهتخش في دوامه لا متناهيه حرفيا تمام. وهتجيب العملاء اللي دايما حرفيا سلوكهم هم ما يهمهمش اي حاجه غير السعر تمام. وقتها حرفيا هتتعب موت. فانت دايما خلي البراند بتاعك اللي هو قايم على يونيك سيلينج بوينت، واليونيك سيلينج بوينت ديك هي بتميزك عن كل الكومبيتيتورز بتوعك. فوقتها فعلا انت تخش مع زون عملاء انت مرتاح والدنيا عندك لذيذه وكده تمام. لو وصلت لحد السيشن هنا انا مبسوط جدا بيك، مستني منك اعرف الفيدباك بتاعك تمام. واي طبعا اي حاجه محتاجها تبعتها على جروب الكوميونتي. بس كده، ومستني رايكم والفيدباكس بتاعتكم على السيشن دي. وشكرا والسلام عليكم.